crack the sounds with Gen Mix, this is it. A dash of laughs, a sprinkle of spice. Gen Mix, it's oh so nice. Gen Mix. The vibe is high, the groove is tight. Gen Mix, all day, all night. اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه بودكاست جين ميكس. نحب كده الاول نعرفكم سريعا فكره البودكاست بتاعنا. ببساطه من اسمه جين ميكس يعني بنحاول نجيب جنريشنز مختلفه تتكلم في توبيك معين، موضوع معين، ومنها نقدر نعرف اختلاف الجنس بيفكروا ازاي، ونقدر نتعامل مع بعض احسن، نبقى فاهمين بعض اكتر. يعني هو ده اساس او فكرة جين ميكس بودكاست. طيب احب كده الاول نبدأ باول ميكساية معانا. احنا حاليا 2 معانا جين زي. نقول بطيخة، تعرفينا بنفسك؟ اهلا وسهلا. وانا اقول لك دلوقتي يا فراوله لحد ما انتي تعرفي نفسك، بس خليكم عارفين ان فراوله من جين واي، صح كده؟ صح كده. ماشي. فهي الاسامي غريبه شويه، بس يعني احنا بنحاول نعمل حاجه لذيذه. فجين زي بطيخه هما يعني الاسم ده اسند اليا عشان انا بطيخه وجين زي، فمش فاهمه حاجه وبتاع، بس انا عادي تمام تقبلت الاسم. البطيخه حلوه، ترطب على الواحد في الحر وتدي احساس جميل. واحنا ان شاء الله هنحاول نثبت لجين واي ان جين زي مش بطيخ ولا حاجه، فربنا يسهل. بطيخه بالنسبه لي عايشه في ميه البطيخ، فعشان كده اتسمت بطيخه جين زد. يلا يا رب اكون غلطانه، وهنشوف دلوقتي دماغها عامله ازاي لما نبدا نتكلم في التوبكس بتاعتنا في كل الحلقات اللي جايه. طيب انا بالنسبه اني فراولايه، الفراولايه اخترتها علشان هي دايما بتتحط على مثلا لو بنعمل كيك او كده، تروحي حاطه فراولايه على الوش من فوق. يعني فكره الفراوله طعمها لذيذ وكيوت ولونها حلو، وفي نفس الوقت بتكمل اي قعده اي اكله. يعني على سنه الكبيره فانا اللي قاعده فوق. يلا بينا نبدا حلقه النهارده. يا بطيخ كجين زي، قوليلي كده، اتسألتي قبل كده على فكرة ليكي مثل أعلى ولا لأ؟ يعني ليكي رول موديل في حياتك ولا لأ؟ يعني هو بتهيألي يعني كان واحنا صغيرين في كي جي في ورقه صفرة كده بيدوها لنا، عايز تبقى ايه لما تكبر وبتاع مش عارفه ايه وكده. ودخلنا من بعدها في فكره الرول موديل، بس طبعا كبنت في كيجي مش فاهمه اي حاجه خالص في الحياه، ما فهمتش يعني ايه فكره رول موديل. بس انا شايفه ان هي لازم كل شخص في الحياه يكون عنده رول موديل الصراحه. اوكي تمام. طيب انا بقى اللي عايزه اسالك السؤال. اساليني يا دلوقتي مين الرول موديل بتاعك؟ طيب بصي، الرول موديل بتاعي كجين واي اختلف من حسب ما كان سني قد ايه. وانا صغيره كان الرول موديل بالنسبه لي المدرس او المدرسه في المدرسه. يعني يمكن حد يسالني هتحبي تبقي زي مين لما تكبري او تشتغلي ايه، كنت اقول لهم انا هشتغل مدرسه. تعرف ايه عن المنطق؟ هو اللي قال لي كده. غلط. ايوه غلط يا استاذ. واحمد غلط. وبعدين لما كبرت شويه وبقيت تينز، فبقت الفكره في انه لا انا مش هشتغل مدرسه. ما هتشتغلي ايه؟ يعني كانت ماما لما تسالني مفاجاه، انا دي مفاجاه جامده. لما ماما كانت تسالني انتي نفسك تبقي مين الرول موديل بتاعك، كنت بقول لها بكل احترام ووقار شريهان. اوكي كنت بحب قوي شريهان، وكنت ببقى حافظه الفوازير من قلبي. فكان نفسي جدا جدا لما اكبر امثل زي شريهان واعمل فوازير زيها.
اوكي. فكانت هي رول موديل بتاعي. الموضوع لو قال هيدكوع وو عاد دعوك مت ذا ايش فكرك ممنوع تقول ممنوع نفسك عالموضوع ودي 1 2 3 4. بس لما كبرت وبقى عندي كايند اوف بيت وشغل وكده، بقت بصراحه الرول موديل بتاعتي مامتي. يعني بقيت كل ما افكر احس ان انا في المواقف بتصرف زيها. اوكي. في حاجات بتصرف زيها بالظبط، وفي حاجات ارجع اقول لا ده ماما عملت كده مثلا وانا ده ضايقني، فانا هاخد بالي في الفتره اللي جايه ما اعملش كده. اوكي، دي رول موديل حياتيه. دي رول موديل حياتي وشغلي وكل حاجه. مامتي ربنا يديها الصحه حاليا يا رب ان شاء الله. لا هو من قبل شويه يعني، من وانا اصغر كمان حبه من كده، لما بدات افهم قوي يعني اوكي. اختار الرول موديل بناء عليه. تمام. طب يعني في الشغل مفيش حد تاني ممكن يكون رول موديل بتاعك؟ لا طبعا في النجاح مثلا حد مشهور. طيب هو يعني يمكن من هنا ندخل على بناء على ايه انا اخترت الرول موديل بتاعي. بناء على ان انا بشوفت مامتي انها السوبر هيرو بتاعي. يعني كانت في الشغل 100 وبتحقق حاجات وشاطره جدا. في البيت مهتمه جدا، مش جت يعني على بيتها عشان شغلها، كانت مهتمه كمان بينا وبالبيت وبنظافته وبنظافتنا وبنفسنا في ايه وكل الحاجات واكلنا وكل حاجه. ف ما اعرفش، هي كانت بالنسبه لي نموذج سواء في الحياه في البيت او في الشغل بصراحه. اوكي. طب انا بقى الدور عليا، انت عماله مسكاني طيب قولي لي بقى انت شايفه مين الرول موديل بتاعك؟ الرول موديل بتاعي ده سؤال صعب محتاج تفكير. فكر يا بطيخ عشان تصدقوني لما اقول لكم البطيخ قاعد لا في يعني بطيخ. الواحد بيتفاجئ بس. وش رغبة التسجيل، رغبة الاستوديو. بس يعني ممكن اقول هو مش حد محدد، بس يعني ممكن اخد من كل حد حاجة. يعني مثلا انا احب ان اكون شخص ناجح بيحاول يعمل اللي هو عايزه، نفسيا مستقر، مفيش حاجة جاية على حاجة، يعني حاجات كده. بس اهم حاجة يعني منلي النجاح. اوكي. النجاح يعني مثلا ممكن نقول عمرو دياب. ولو حتى بعد عني في قلبي هواك، تملي معاك، تملي في بالي وفي قلبي وانا بنساك، تملي وحشني لو حتى بكون وياك. بقى عادل امام الحته دي. ايوه طبعا. ليتلي طبعا حصل حاجات، بس ده لظروف مثلا بالنسبه لعادل امام ده ظروف صحيه، بس برضو ما نقدرش ننكر ان هو ناجح. لا طبعا. ايوه. عمرو دياب برضو نفس الكلام، ممكن يكون الفتره دي مش مهتم قوي بالغنى زي زمان، بس برضو ما نقدرش ننكر ان هو على مدار 30 سنه تقريبا هو التوب. غريبه شويه بطيخه ان الرول موديل بتاعك من جان مختلف يعني. مفيش حد لسه مننا عمل حاجه. طيب هصدقك، هحاول اصدقك. ماشي. بسم الله. طب انا بقى عندي ليكي سؤال بقى. اسالي وانا مش مش هخاف. مختلف بقى. اتفضل. شوفي الحلقات دي. عمرك فكرتي تبقي رول موديل؟ طيب بصي ما جاتش قوي في دماغي ان انا اكون رول موديل، بس يمكن لظروف شغلي، يمكن لما جبت ولاد مش هحب ان هم يبقوا زيي او يقلدوني، بس لما بشوف في عينين سواء زمايلي في الشغل او صحابي او ولادي انه ايه ده، الله مثلا ده في حاجه حلوه انا عملتها او في حاجه حلوه انا بعملها او فيا ميزه، ده شيء بيسعدني. فاعتقد لو بقيت رول موديل دي حاجه هتساعدني، لكن اقصد مش بسعى ليها. بتسعي لها. تمام. انا برضو احب يعني يكون الناس بتاخد مني حاجات، دي حاجه حلوه فعلا. بس فكره ان انا ابقى رول موديل اصل دي انا شايفاها مسؤوليه كبيره قوي قوي بصراحه. عندك حق. فلا يعني تحسي كمان هم اللي يقولوا كايند اوف هنتحاسب على اللي بنعمله. لا طب بلاش. ماليش دعوه. يعني كفايه واحد شايف نفسه بيعمل فتمام يعني. تمام. بس انا بقى كنت عايزه اقول لك حاجه تانية. قولي. عايزاكي توصفي لي الرول موديل بتاعك، يعني خلينا نقول 3 كلمات عشان نبقى straight to the point. طيب رول موديل موجود ولا رول موديل انا متخيلاه او اللي احب يكون في الرول موديل بتاعي؟
لا اللي تحب يكون موجود، الحاجه اللي هو خيالي يعني. بالظبط خيالي. اللي تحب تكون موجود. طيب انا احب الرول موديل بتاعي يكون مرن، عشان انا بحس ان المرونه بتحل حاجات كتير وبتساعد في حاجات كتير. انه يبقى قوي، وانه يبقى بني ادم بمعنى انه عنده الاحاسيس بتاعي، يحس بغيره، يساعد غيره كده يعني، يبقى عنده المعاني دي بجانب انه قوي وانه مرن. اوكي. وانتي بقى يا بطيخه؟ حاجه مهمه يعني، ممكن برضو لو هنقول 3 كلمات، ممكن مرونه، ممكن يكون اهم بطيخه حاجه. بتغش مني يا جماعه. ما عندناش حاجه. يلا بينا. ممكن يكون برضو فكره ان هو يبقى ملهم، دي تبقى كويسه يعني، مش اي حد يبقى ملهم. حلوة. يعني الرول موديل دي صفه مهمه فيه. الكلمه الثالثه ممكن يقول يعني مش عارفه دي انه يعرف يوصل المعلومه يعني. بس انا بالنسبه لي المعلومه مثلا توصل عن طريق الضحك، الدم الخفيف. فانا مش عارفه اقول هل يكون بيعرف يوصل معلومه ولا يكون دمه خفيف. ما هو يكون دمه خفيف ممكن يبقى عبيط لكن هيوصل معلومه. لا يعني لو دمه خفيف بس ممكن يبقى بيضحك بس. دي أشمل لكن يعني. يوصل معلومه يبقى عنده القدره ان يوصلها بطريقه بقى حسب اللي قدامه. والله اللي قدامه ناس كبار يبقى بطريقه علميه، والله ناس اصغر شويه يبقى ممكن استخدم الفن فكره المرونه. اوكي ماشي. طيب يا بطيخ قولي لي بقى، بما اني انا من شويه قلت ان احنا على ايامنا لما كنا بنتسأل على مين هو الرول موديل او مين هو القدوه يعني، كمهنه كنا بنقول معظم البنات يا دكتوره يا مدرسه، واغلب الولاد طبعا معظمنا التانيين اغلب بقى الولاد كانوا بيقولوا طبعا جيش او شرطه ضابط وكده يعني. اوكي. انتوا بقى كاجيال لما تتسألوا ايه المهنه كرول موديل، ايه المهنه اللي نفسكم تخشوها؟ بصي هو طبعا حوار الضباط والحاجات دي اختفت للاسف يعني. بس هي الفكره ان دلوقتي كمهنه حاجه بتدي كسب سريع، فالناس كلها هتقول الانفلونسرز. واظن واضح جدا ان جين زي متعلق جدا بالموضوع ده. فيا اما انفلونسرز يا اما يوتيوبرز، حاجه في السكه دي اللي هم مينلي الناس اللي بتكسب من طرق كتيره. طب انتي تعتقدي ان هم بالنسبه لهم هيبقى يعني بالنسبه لكم كجنزي فكره ان هم رول موديل علشان بس ان هم بيكسبوا، ولا عشان هم بينتراكتوا اكتر مثلا مع يعني الميديا نفسها اللي بيستعملوا في السوشيال ميديا؟ فهم عايزين يبقوا انفلونسرز زيهم عشان طريقه كلامهم بيجي لهم هدايا، بيجي لهم فلوس يعني. ايوه كل ده السبب يعني قصدك تقولي. والله هو انا مش عارفه، انا لما فكرت في الموضوع ده الفتره برضو انا كان يعني مينلي اللي شددني فكره انه بياخدوا فلوس ويعتبر بيعملوا اللي هما حاجه بيحبوها، مش حاجه صعبه، حاجه سهله. بس فكره الانتراكشن وكده ما اظنش يعني مش كل الناس بيكون هدفها الانتراكشن وان هي توصل لناس اكبر، الا لو ناس عندها فكره عايزه توصلها، في ساعتها ده ممكن حتى نقول عليه انفلونسر. عشان كده انا مش بحب كلمه انفلونسر تبقى يعني تتقال على الناس دي. اوكي. انفلونسر دي تتقال لحد معين عنده فكره عايز يوصلها. تمام. لكن في يوتيوبرز، في بلوجرز، في كل الحاجات دي. تمام. هو البلوجر ده هو ايه؟ البلوجر ده حد بيوثق يومه وبينزل كلام. ده لو هنتكلم انه كتابه. الفلوج ده هو اللي بيبقى بالفيديو. فاحنا بنتكلم انه الناس استغلت الشركات وكده استغلت الموضوع ده في الدعايه والكلام ده. تمام. لكن هم اصلا مش ده هدفهم. السوشيال ميديا والحاجات اللي احنا فيها خلت ان هم عندهم طريقه للكسب السريع، لكن مش كل الناس تقدر تبقى انفلونسرز يعني. تمام فهمت. لازم يبقى ليهم مقومات معينه. بالظبط. فيعني كنت حابه برضو اقول عشان ما نحطش الناس في كاتيجوريز، بس فكره ان البني ادم يكون عنده فكره حابب يوصلها، ده اللي ممكن يتقال عليه انفلونسر، وده اللي ممكن يتاخد از رول موديل. بس مش مهنه يعني. اقصد ان انفلونسر ده حاجه مؤثره اخده رول موديل في حاجه حياتيه. أوكي. لكن مش كمهنه. تمام. طيب وجي دلوقتي السؤال اللي بيسمعونا دلوقتي الحلقه وعايزين نعرف منهم، لو جت الفرصه وشفت الرول موديل بتاعك او قدوتك يعني وقابلته كده وجها لوجه على الحقيقه، ايه اهم 3 اسئله ممكن تبقى حابب قوي تسالهم له؟ فيا ريت تبعتوا لنا ال3 اسئله بتاعتكم او حتى سؤال لو قابلته هتقول له ايه. احنا مش عايزين نطول عليكم،
احب اقول في الاخر ليه فكره ان البني ادم يكون عنده قدوه دي حاجه مهمه، علشان القدوه هتساعدنا ان اولا نقتبس منها ونجت انسباير بايه اللي ممكن نعمله. ممكن ما يبقاش في دماغي حاجه معينه، بس انا بشوف مثلا فلان ده عمل كذا 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 فبقى ناجح، ايه ده الله، طب انا عايزه انجح، طب انا ممكن اخد منه الحاجات دي احاول اعمل شبهها او زيها، طبعا بطريقتي وباضافتي وكل حاجه. الحاجة التانية ان ممكن تخليني احقق اهداف، اسيت ماي جولز، انا عايزة احقق كذا زي فلان ده، اصل هو الرول موديل بتاعي. تمام. ففكرة ان يبقى فيه رول موديل دي حاجة هتخلي الحياة فيها قيمة اكتر، فيها فاليو اعلى، وبالتالي ممكن اعمل اكشنز عشان اوصل او احقق الحاجة دي. انبسطنا معاكم ويا رب تكونوا انبسطتوا. شكرا ليكي يا بطيخة. شكرا يا ميس فراولة. باي باي يا بطيخة. باي باي يا فراولاية، وهنستناكم يا جمهورنا العزيز في توبيك تاني جديد. مش هقول لكم امتى، خلينا مفاجأة في الحلقة الجاية بقى ان شاء الله. باي باي. Gemmix, this is it. A dash of laughs, a sprinkle of spice. Gemmix, it's oh so nice.